صبرتم ونلتم، تستحقوها بجدارة. حافظ كرامة مصر. الزمالك بيمر مرور الكرام من أوتاهو في دور الثمانية للكونفدرالية، وبيصعد رسميا لدور نصف النهائي أمام شباب بلوزداد. الزمالك الفريق الوحيد اللي حفظ كرامة مصر وحفظ ماء الوجه للكرة المصرية في البطولات الإفريقية. الزمالك طبعا هو الفريق الوحيد اللي فاز وكمل في البطولة. امبارح بيراميدز حامل لقب دوري الابطال في افريقيا بيخسر وبيخرج خروج مهين امام الجيش الملكي المغربي في القاهره. اما الفضيحه اللي ملهاش بدايه ولا نهايه هي فضيحه النادي الاهلي الكبير. فضيحه النادي الاهلي بخساره فضيحه ومذله واذلال وكل اللي انت عايز تقوله قوله. امبارح بيخسر من الترجي بنتيجه 3-2 في القاهره، وهدف في تونس يبقى 4-2. اما المصري البورسعيدي فبيخرج بنتيجه سلبيه من بلوزداد في الجزائر، وبيخرج خروج متوسط لانه تعادل ايجابي في بورسعيد وتعادل سلبي في الجزائر. الزمالك في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه هو الفريق اللي صعد زي ما احنا قلنا وبيصعد واللي ينتظر ملاقاة شباب بلوزداد الجزائري في دور نصف النهائي. الزمالك في بدايه الشوط ضغط واستغل الفرص اللي اتيحت له بكل بساطه. البدايه كانت عند حسام عبد المجيد من رأسية ذهبية بتسكن الشباك وبتفتح الطريق والمجال أمام نادي الزمالك. ثم جه من بعدها ضغط زملكاوي واستغلال للفرصة اللي الأهلي ما قدرش يستغلها امبارح في مرة واحدة من أكتر من 7 فرص داخل ال6 ياردة، وهي المتابعة. الأهلي امبارح عجز إنه يستغل أي متابعة من حارس مرمى الترجي ويحرز الهدف الثاني والثالث وينهي المشوار. لكن اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، المتابعة النموذجية اللي عاجز عنها الأهلي امبارح في أكتر من 6 أو 7 أهداف مباشرة امبارح أمام الترجي. عدي الدباغ بيتألق وبيستمر في تألقه أمام الفرق الأفريقية بأهداف وأسيستات نموذجية، ولكن خطأ فادح من محمد صبحي حارس مرمى الزمالك اللي حسب ما اعلن نادي الزمالك ان هيوقع عليه عقوبة ادارية بسبب الطرد. محمد صبحي في الدقيقة 82 زينا زي اي حد في الاستاد، زي اي حد قدام الشاشات بيقف ويتفرج على تسديدة نموذجية قوية جدا من لاعب اوتاهو اللي بيحرز بيها هدف تقليص الفارق في الثمانية زي ما بيقولوا في الزاوية التي يسكنها الشيطان. لا محمد صبحي ولا غير محمد صبحي ولا 10 زي محمد صبحي يعرفوا يعملوا حاجة. لكن من بعدها حصل ان لعيبة اوتاهو راحت تاخد الكورة، فمحمد صبحي بيخطأ فبيضرب اللعيب بالكوع، فبتاع الفار استدعى الحكم، فالحكم لغى الانذار قام مديله الاحمر. رجع الجزيري وقف حراسة المرمى وظل الزمالك يقاتل في آخر دقائق حتى نال المراد. الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية، الفريق المصري الوحيد اللي مكمل المسيرة هذا الموسم. 1000 مليون مبروك لنادي الزمالك، 1000 مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم. صبرتم ونلتم. في نهاية حلقتنا ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أكون شاكر ليكم. تحياتي، سلام عليكم.